يا صباح الخير والتفاؤل والأفكار الملهمة على كل مستمعينا في كل مكان، أصدقاء تسعينات اف ام وأصدقاء برنامجكم سنة أولى بزنس مع دعاء العدلي. يا رب جميعا أوقاتكم تكون جميلة في الجو الشتوي اللطيف اللي احنا فيه والمطر اللي موجود حوالينا. ربنا يلهمكم بأفكار جميلة ملهمة كتير في دنيتكم وتفرق معاكم دايما على طول. على مدار حلقاتنا اللي فاتت والنهاردة وصلنا لحلقتنا العاشرة، اتكلمنا كتير عن دنيا البزنس وأفكار كتير واستضفنا ملهمات كتير قوي خدوا خطوات في دنيا البزنس فرقت معاهم ومع الدوائر بتاعتهم ومع الدنيا كلها. دايما البزنس فيه حاجات ما بين خدمات وما بين منتجات وما بين أفكار كتير بتتقدم. المهم تلاقي الفكرة المضيئة اللي تضيء حياتك وحياة اللي حواليك وتفرق جدا في دنيتك ودنيا كل الدنيا اللي حواليك. يا رب دايما الأفكار تجيلكوا أفكار ملهمة ومضيئة وتفرق. زي ما احنا مكملين مع بعض كل مرة بيبقى معايا ضيفة ملهمة جدا في دنيا البزنس خدت خطوة في حاجة بتفرق شوية مع ناسها ومعاها ومع الدوائر اللي حواليها. النهاردة هنتكلم عن ضيفة متميزة جدا، هنشارك قصة نجاحها. هي بتقدم كورسات، يعني احنا بنتكلم عن خدمة مش منتج. ضيفتي هي كوتش نهى موسى، كوتش متخصص في الحدود. آه أول حد في الوطن العربي يتكلم عن الحدود بشكل متخصص. علمت ستات كتير قوي إزاي ترسم حدودها في العلاقات المحيطة بيها وكمان في علاقتها مع نفسها. البزنس بتاعها عبارة عن مجموعة كورسات خدمات كلها قائمة على الحدود، الحدود مع النفس، الحدود مع اللي حوالينا، الحدود مع العيلة، مع الأزواج، مع الأبناء. أفكار كتير قوي كلها قائمة عن الحدود، وهي تعتبر باوندري كوتش متخصص في الجزئية دي. هنعرف منها أكتر عن اللي هي بتقدمه لنا بعد الفاصل. اوعوا تروحوا في أي حتة، استنونا بعد الفاصل ومداخلتي ومداخلة الكوتش نهى موسى معانا بإذن الله.
ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيفتي المتميزة كوتش نهى موسى. يا نهى أهلا وسهلا. يا دعاء ازيك؟ يا أهلا بيكي في سنة أولى بيزنس، أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله، انتي عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله. طمنينا على الحدود. الحدود جميلة، طول ما احنا بنعتني بيها هتلاقيها حلوة، ما تقلقيش. جميل جميل. طيب قبل الفاصل عرفت الناس بيكي، بس أحبك انتي برضو تعرفينا عن نفسك أكتر عشان الناس تعرف نهى موسى هي مين. طيب يعني لو هقول نهى موسى هقولك انه زي اي واحدة كانت بتبدأ حياتها في الجامعة بتاعتها وبدأت تشتغل في مجال الهندسة، واشتغلت في جامعة خاصة كنت، وبعد ما رجعت من بره اشتغلت هنا. فكان في من وجهة نظري أنا الشخصية كان في مشاكل كتير بتحصل في إطار العمل والشغل والعلاقات مع الناس اللي احنا بنشتغل معاهم والعلاقات مع الناس اللي بتبقى موجودة عندنا. شوية بشوية كده بدأت أتعمق شوية في الموضوع، وبدأت أخد كورسات كتير شوية عن التعاملات وعن العلاقات شوية حاجات كتيرة كده. الواحد كان لسه بيستكشف الدنيا أخبارها إيه، لحد ما في مرة من المرات فجأة ظهرت قدامي كلمة الحدود. الله. وسط ما أنا بتكلم وبعمل سيرش وبدور وبتعلم، فظهرت قدامي كلمة حدود. للحظة عملت، عارفة يا دعاء كده لما بتحصل بتلمس معاكي في حاجة سمعتها كتير قوي، ويمكن كنت بقولها في الكورسات بتاعتي بشكل عام. الحدود لأول مرة أبص أقول مثلا إيه الحدود؟ هنحتاجها إزاي؟ هنحتاجها في إيه؟ طب وهنرسمها إزاي؟ طب وهتأثر في حياتنا إزاي؟ إيه فكرة إن الحدود تكون مهمة قوي للدرجة دي؟ وبدأت أعمل سيرش وبدأت أدور وبدأت أشوف، لحد ما وصلت في لحظة إن أنا عمالة بدور على الكلمة. لقيت بقى في كتب عنها، مش بس كلمة وخلاص، مش بس كلمة بتتقال يقولك ارسمي حدودك. لا، دي ليها ساينس وليها خطوات، وليها امتى نقف وامتى نكمل. كانت حاجات كتيرة قوي، وفي ضمن ده كله قلت لا، انا لازم اخدها بتعمق اكتر. فتعلمت الحدود مع صاحب الكتاب الاساسي بتاع الحدود الدكتور هنري كلاود، وبعديها قلت لازم اثقلها بحاجة معتمدة من ICF. فاخدت ريليشن شيب كوتش، لانه هي العلاقات كلها بحس ان الحدود هي الامبريلا الكبيرة اللي تحت منها بيجي العلاقات. حلو يعني جدا. الناس يمكن تقول العكس، العلاقات وبعد كده الحدود. انا مش بشوفها كده، بالعكس بشوف ان الامبريلا الاساسية لبداية اي علاقة هي الحدود. فاخدت الريليشن شيب كوتش علشان اتعمق فيها شوية وابدا اشوفها، وبقيت ACC معتمد من ICF، وادينا ماشيين في رحلة البيزنس بتاعنا. حلو جدا. بدأت أدي كورسات. أول كورس بالنسبة لي كان Shape Your Boundaries، وده كان أول بداية البيزنس بقى بتاعي. حلو اللي هي جدا. فكرة إن أنا أكون أونلاين وأبدأ أعلم الناس إزاي تبدأ ترسم حدود في العلاقات بتاعتها بكل أنواع العلاقات. حلو جدا. طب ده يخلينا نسأل السؤال المهم قوي، يا ترى إيه سر تميز Shape Your Boundaries من وجهة نظر نهى موسى؟ طيب، هو والله لو قلنا إن هو متميز يا دعاء، فهقولك إن هو حاجة جديدة موجودة في السوق، أو لا، هي حاجة جديدة مش موجودة في السوق. حاجة جديدة محدش اتكلم عنها بالطريقة اللي يعني أقول إن أنا اتكلمت عنها، أو خليني أقول نزعم إن أنا اتكلمت عنها بالطريقة دي، فيها ساينس وفيها وجود على أرض الواقع. دايما في الناس بتوع البيزنس بتقولي خلي عندك فكرة، وورا الفكرة بتاعتك انتي بتعملي البيزنس بتاعك. صح جدا. فاحنا أصحاب فكر، الناس بتوع البيزنس بيبقوا أصحاب فكر، ولو انتي ما مشيتيش ورا الفكرة بتاعتك مين اللي هيمشي فيها؟ محدش غيرك. فطالما انتي صاحبة فكر، فده بيخلي انه النقطة بتاعتك لو هي مش موجودة بالطريقة اللي انتي شايفاها تقدري تتكلمي عنها، دي هنا بيحصل نوع من
زي ما يقول كده البلومينج. يوم ما انت بتحسي وبتؤمني بالحاجة اللي انت بتعمليها بتحسي ان التميز بيجي منها. اول ما بالطاقة بتاعتك بتزدهر فيها فبتبدأي توصلي للناس نقطة ان الحدود حاجة من الحاجات المهمة، وان هي حاجة ما كانتش موجودة قبل كده. هي دي ادتني حاجتين يا دعاء. فكرة ان هي ما كانتش موجودة قبل كده ادتها تميز، وفي نفس الوقت كان في تحدي بشكل كبير جدا 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 ليه مع بداية الكورس بتاع شيب يور باوندرز. طيب ما انا هنا بقى هسألك السؤال المهم قوي اللي دايما بسأله لكل ضيوفي لما بيبقوا معايا في سنة اولى بيزنس، بما ان احنا بنتكلم عن بيزنس، ودايما اي رائد فكر او رائد اعمال بيخش دنيا البيزنس بيواجهوا تحديات بتختلف من حد لحد طبعا. فايه اكتر تحدي قبلك ومر عليكي في البيزنس بتاعك، وازاي ككوتش نهى موسى قدرتي تتغلبي عليه واستفدتي منه ايه؟ طيب هو السؤال متشعب طبعا يا دعاء، بس خليني اكون to the point. اوكي. انا قلت لك من شويه انه سر التميز اللي انا كنت فيه هو انه محدش كان بيتكلم اصلا عن الحدود كحاجه اساسيه. انت من اول الناس اللي اتكلمتي فيها فعلا. بالظبط كده، يعني انا كنت اول باوندري كوتش ولله الحمد في الوطن العربي كنت بتكلم عن النقطه دي، والكلمه دي انا شفتها من كل حد كان بيجي يحضر معايا الكورس. تمام. فكرة ان هي حاجة مميزة ان انتي تتعرفي بيها بس في نفس الوقت ما كانتش موجودة. فانا كرائد فكر او كبزنس حابة ان انا ابقى عايزة الناس تبقى فاهمة ده. بالظبط. دايما الناس كانت بتدور على الحاجة اللي موجودة في السوق. حلو الكلام، وتبدأ تشتغل عليها. انا خدت الطريق العكسي يا دعاء. صح. اخدت الطريق في الناحية التانية، الحاجة اللي مش موجودة في السوق وبدأت اشتغل عليها. صح جدا. احنا في البيزنس بنقول ايه؟ ليها احتياج. هي فعليا ليها احتياج. ليها بين عند العميل، وتقدري تتعاملي مع هي مطلوبة ولا مش مطلوبة. بنقول الاحتياج هو اللي بيخلي البيزنس يزدهر اكتر. بالظبط. فهي ليها احتياج، لكن هل العميل عارفها؟ هي بقى دي اللي انا كنت واقفه عندها، انه الناس ما كانوش فاهمين فكرة الحدود، او بمعنى اصح كانوا رافضين فكرة الحدود. فالتشالنج اللي كان قدامي هنا يا دعاء هي لقطة ان انا اعمل ايه؟ ان انا يبقى في awareness عند العميل بتاعي بفكرة الحدود. وانس انه يبقى عنده الاويرنس ده انا هبدا اشتغل بقى معاه. بس الفكره هي التحدي بقى هو ده فكره ان انا اديله الاويرنس، ان انا ابدا من الاول، ابدا من الصفر، بعافر على اني افهم العملاء بتوعي ان الحدود من الحاجات المهمه، وان الحدود دي اساس العلاقات، وان احنا لازم نبدا نشتغل عليها. مش بس كده. كلمتك المشهوره الحدود بتقوي العلاقات مش بتقطع العلاقات زي ما الناس بتقول. بالظبط كده، ده اللي انا كنت لسه هقوله لك. مش بس كده، انت في مجتمع رافض الحدود في العلاقات، ومجتمع ما تربيناش على حاجه زي كده، فبالتالي ان انت تختلفي عن الحته دي وان الناس تحس انت هترسمي حدود يبقى انت بتقطعي العلاقات. كنت دايما بقول لهم الكلمه اللي انا اشتهرت بيها فعلا زي ما بتقولي، رسم الحدود مش بيقطع العلاقات، رسم الحدود بنعلي جودة العلاقات. بالظبط. انا بعلي جودة العلاقة. الهدف مش ان انا يكون عندي علاقة، لا، انا هدفي الاساسي ان انا علاقتي دي تكون جودتها عالية. العلاقة اللي احنا بنزدهر فيها، اللي بنكون فيها شبه بعض يا دعاء، اللي طاقتنا بتكون واصلة، اللي بناخد بعض ونطلع لفوق. بالزبط. مش علاقات بتأذينا وتستنفذنا وتبتزنا وتخلينا دايما لتحت، ودايما حاسين بالشيم وحاسين بالخزي وحاسين بالنقص وكل الكلام ده. صح جدا. ده كان تحدي بالنسبة لي. يعني أنا تحدي كبير. الاويرنس دي تحدي رهيبة، ان انت تعرفي العميل بتاعك بفوائد منتجك او بالخدمة اللي انت بتقدميها بكل التفاصيل دي. تشالنج فعلا بتبقى قوية جدا. معاكي كل الحق. بالظبط. فاللي بيوقفك في الحتة دي كانت اللي بيخليكي تستمري يا دعاء كان ايه؟ دايما احنا اصحاب البيزنس او اصحاب الفكر دايما نقولك ايه؟ ايمانك بالفكرة اللي انت بتديها للناس هو ده اللي بيخليكي تستمري. صح جدا. ايمانك ان ده هيغير بشكل كبير مع الناس هو ده اللي بيخليكي تستمري. فيعني كان دايما المية اللي بتروي الزرعة دي هو انه الناس اللي بدأت تتعلم الحدود بدأت تاخد بشكل كبير جدا
تحس بفرق العلاقات اللي بقت حواليها وفرق ثقتهم في نفسهم وطريقة التعبير عن مشاعرهم قبل وبعد. حلو جدا، كلام عظيم عظيم عظيم، ما شاء الله يا نهى، سوبر. الله يخليكي طيب. دودو. وبما ان احنا برضو سنة اولى بزنس، فانا دايما اي حد رائد اعمال او رائدة اعمال بتبقى معايا، رائدة فكرة عندها افكار مميزة، دايما بقول لهم ايه، ناس كتير نفسها تعمل بزنس في مجالاتنا او في مجالات تانية، لما بيشوفوا قصص ملهمة وناس سابقة في دنيا البزنس بيحبوا يسمعوا منهم نصيحة. فلو انت عندك نصيحة لرواد الاعمال اللي يحبوا يعملوا البزنس بتاعهم وزينا او يعني بيبدأوا لسه، ايه الحاجة اللي تقولي لهم اعملوا ده، وايه الحاجة اللي تقولي لهم تجنبوها؟ يعني السؤال على مرحلتين، حاجة بتأكدي عليها وتفرق معاكي ان انت توصليها للناس، وحاجة تقولي لهم خلوا بالكم ده المطب اللي وقعنا فيه اتعلمنا منه فابعدوا عنها. طيب خلينا ناخد الجزئية الأولانية ايه اللي يعملوه. خليني أوكي. أقولك يمكن نقطتين أو 3. اتفضلي. أول حاجة ان انتي لازم تبقي عارفة الهدف من الفكرة اللي انتي هتعمليه، لازم يكون النية بتاعتك واضحة. صح. هل احنا دايما بنقول هل النية بتاعتنا ان احنا نوصل للناس النتيجة اللي احنا بنوصل لها، ولا ان احنا ناخد الفلوس؟ لا. الاتنين صح، لكن مين بيجيب مين؟ النية بتجيب الناس. النية بتجيب الفلوس. بالظبط بالظبط طبعا. صحيح. الحاجة التانية ان مهم جدا جدا ان احنا نفضل نستمر، نفضل في النقطة اللي احنا بنتكلم فيها باستمرارية حلوة قوي. النقطة الأهم يا دعاء عشان تخليكي تستمري هي فكرة ان انتي لما هتيجي تدي لحد حاجة طبقيها على نفسك الأول. صح جدا. بتديلها انطباع تاني خالص، بتديلها رونق تاني خالص. يوم ما طبقت الحدود على نفسي بقى عندي خبرة في اكسبيرينس انا بنقلها للكلاينت بتوعي، فالكلاينت بيحسوا بحقيقة اللي انا بقوله. دايما كنت بسمع كلمة انتي عايشة معانا في بيوتنا. فاللقطة دي مهمة جدا جدا. انا وصلت للنقطة دي امتى؟ لما انا طبقت اللي انا اتعلمته الاول على حياتي، خدت الاكسبيرينس وخدت الويسدم او الحكمة منها، وبعد كده بدأت اطبقها على الناس. حلو جدا. بدأت اطبقها في الكورسات واقولها وانقلها للناس، فبقوا يحسوها من كل قلبي، فبقت توصل بسهولة. يمكن ده اللي ساعدني ان اوصل بسرعة للناس اللي كانت معي. ده كلام عظيم. الحاجة اللي هقولك ما تعملوهاش هي الاستعجال. استعجال ان احنا نوصل للنقطة اللي احنا حطيناها في دماغنا من اول ما بدأنا. استعجال ان انا ببقى عند البذرة وببص على الثمرة من فوق. صح. الاستعجال ده يا دعاء هيخلينا مع اول تحدي هنقع، والحقيقة ان احنا تحدياتنا كتير قوي. صح. عدم وجود ناس فاهمة او عندها الوعي بفكرة الحدود مثلا، عدم وجود او التشالنج اللي انت هتقابليه لما تبداي تشوفي انه الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها ممكن توقف الدنيا، التشالنج اللي هتشوفيه لما تبدا واحده تيجي تقولك لا انا بيحصل خلافات بيني وبين جوزي فالمفروض ان انا اعمل ايه. في تشالنج كتيره قوي مع كل مرحله من مراحل البيزنس، لان انت طبعا احسن حد يقدر يتكلم في الحته دي، احنا مراحل. بالظبط. فمع كل مرحله انا ببدا من الصفر، اخلص المرحله بدخل مرحله تانية، دي بقى كاني ببدا من الصفر، باخدها من اولها لاخرها. بالظبط كده. فانا اي هاف تو ان انا قبل ما اروح المرحله اللي بعديها لازم يحصل نوع من الاكسباند ليا انا شخصيا عشان اقدر اوصل فكره الحدود. فانا محتاجه اكسباند معلوماتي، اكسباند خبرتي، ازودها بشكل يخليني بوصل لعمق جديد مع مرحلة جديدة في كل مرحلة. فأنا لازم أفضل أتعلم وأتعلم وأتعلم، صح، وأطبق وأطلع الخبرة وأجيب الويسدم منها وأبدأ أقولها. صح جدا. كلام ملهم وكلام
عظيم عظيم يا نهى بجد. ما هي دي عقلية رائد الفكر ورائد الأعمال، إنه لازم يبقى بالظبط. عقلية النمو اللي على طول مستمرة معاه، عقلية وكل مرحلة بيستجيب للنمو اللي هو فيه ويتطور ويكسباند ويكبر ومخه ينمو وياخد خطوات أعلى ويتعلم التعلم المستمر. كل مرحلة بروسس بالظبط. بتاعتها خاصة بيها وليفل اوف اويرنس مختلف. فانتي بتقولي النقط الأساسية أصلا في البيزنس من A to Z، فلازم الناس بالظبط. احنا تتبنى بنتكلم في ده. الفيكسد مايند سيت ولا بالظبط الجروث مايند سيت. بالظبط ده اساسيات اساسا البيزنس يعني. فكل رائد اعمال ورائد فكر، انا دايما بقول رائد الاعمال ورائد الفكر يا دعاء الاثنين واحد. هما فبحس واحد طبعا. لما بيبقى عندك فكره بتطلعي بيها بيزنس معين، فانت فعلا بتبقي دماغك دي هي بتاخدك وتطلع لفوق طبعا وبناء عليه انت محتاجه بقى علاقات تساعدك وتسبورت يو في الحتت الجديده. مهم. فعشان تطلعي في حتت جديده محتاجه باوندريز جديده عشان يبقى معاكي كواليتي اوف بيبل او سبورت جروب يبقى من الناس المهمه جدا اللي تقدر تاخدك وتساعدك وتسبورت. حلو جدا. every support group بيبقى عايز new boundaries. حلو حلو يا نهى، كلام عظيم جدا. طيب بما ان انت حد متخصص في الحدود، قولي لنا بقى كده حاجه لسنه اولى بزنس، ايه الجديد الفتره الجايه في الدنيا بتاعتك ممكن يفيد الناس ويلهمها كمان؟ بصي يا دعاء، انا يعني برتب للفتره اللي جايه. يعني انا عندي اوريدي الكورسات الاساسيه بتاعتي اللي هي shape your boundaries، اللي انا بعلم الناس الحدود. وفي عندي الحدود بين الازواج نفسهم، لان دي حاجه من الحاجات اللي كانت مهمه جدا ومطلوبه. مهم. الفتره اللي جايه بفكر بقى هنبدا خلاص مهتمه شويه بان انا اكسباند حته الحدود ويبقى ليها مكان اكبر في حياتنا. ف مركزه شويه على اللقطه بتاعتي، يبقى في ايدي تول اقدر بيها اشتغل على الحدود بتاعتي. يبقى في نوع من ال الاويرنس شويه بان انا في ايدي تو. في مثلا كنت بفكر الفتره اللي جايه اعمل باوندري كارد. فدي حاجه من الحاجات الجديده اللي انا بفكر اعملها. ويبقى في زي ما في بلانر معينه للرايتنج بتاعتنا او حلو الكتابه اليوميه بتاعتنا، في كمان باوندري بلانر من الحاجات برضو اللطيفه اللي انا بفكر اعملها. حلو جدا. في جروب كوتشنج وكورسات جديدة كده، ايه هي الحدود بقى مع او زي ما بقولها كده دايما بقول ان الحدود هي في الاصل حاجة انثوية. ففي كورس جديد ان شاء الله عن الحدود والانوثة ان شاء الله. حلو جدا جدا يا نهى، كل التوفيق ليكي. ويعني مش عايزه اقولك اسعدتيني على وجودك معايا النهارده جدا بجد. كلامك ملهم وهيفرق اكيد مع كل الناس اللي بيسمعونا، وان شاء الله الناس هيرجعوا يسمعوا تاني الحلقه عشان يستفيدوا بكل كلمه انتي قلتيها. وبجد الهمتيني انا شخصيا، ويا رب كل الناس اللي سمعت تستفاد. وتكوني معانا ضيفه دايما في سنه اولى بزنس في حلقات جايه كتير باذن الله. شكرا ليكي. تسلمي والله يا دعاء، كلك ذوق. وحقيقي سنة أولى بيزنس من الحاجات اللي محتاجين فعلا إن احنا يعني نركز فيها قوي يا دعاء. وفعلا انت بتعملي مجهود حلو قوي. ليه؟ لأنه الناس اللي بتبقى في البدايات هي اللي بتبقى تايهة. فشكرا ليكي بجد، شكرا ليكي ان انت بتقدمي لهم أمثلة جديدة. الناس فعلا بدأت زيهم وبدأت تتحرك لفوق يعني. وربنا يكرمك يا رب يا دود. شكرا يا نهى على وقتك، ويومك سعيد بإذن الله، ونشوفك على خير قريب بإذن الله. شكرا ليك. يا رب يا رب إن شاء الله. شكرا ليك. مع السلامة. استنونا، ما تروحوش في أي حتة، هنطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الحلقة مع بعض. استنوني.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين الجزء الصغير اللي فاضل في حلقتنا. أتمنى أن كل القصص الملهمة اللي سمعناها على مدار ال10 حلقات اللي فاتت تكون فادتكم، ويكون مهم جدا ان احنا نبقى حاطين في روتين يومنا ان احنا دايما نسمع حاجة ملهمة، شخصية مفكرة. النهاردة البلوجز والافكار الكتير الموجودة على البودكاست، الحاجات اللي بتقدمها تسعينات اف ام في زمايل كتير ليا موجودين، ناس كتير ملهمة بتقدم محتويات حقيقي تفرق. ان انت وانت في وقتك رايح مشوار، راجع من مشوار، في فترة بتعمل حاجة، ممكن تسمع كلام ملهم يفرق معاك في روتين حياتك، ويفرق معاك جدا. كل واحد فينا روتينه بيحصده في المستقبل، لان هو اللي بيفطر كل يوم صحي هيحصد ده في صحته، واللي ما بيفطرش خالص برضه هيحصد ده على هيئة خسارة في صحته. لاحظ نفسك وكرر الفعل الملهم او الايجابي في حياتك، هيبرمج عقلك اللاواعي ان العادات الصغيرة الخفية بتفرق جدا معانا. اللي بيقرأ صفحة واحدة في الكتاب مع الوقت بيكتشف انه بعد شهر خلص 30 صفحة، بعد فترة لو الكتاب ده 60 صفحة هيكون خلصه بعد شهرين. في ناس كتير لما بتدخل العادات الصغيرة وتاخدها في حياتها بتفرق. حتى في البزنس، لو مجرد ان احنا كل يوم خدنا خطوة لقدام، بعد فترة هتكتشف ان انت خدت مجموعة خطوات ملهم ومميز جدا. خليك دايما بتشوف التغيرات اللي ممكن تكون سبب في مشاكل المستقبل وابعد عنها وعالجها. هتتعب جدا لو خليت أفكارك ومشاعرك بس جوه دماغك، هتستريح أكتر لو حطيت الأفكار والمشاعر دي على ورق وهتشوفها بشكل أفضل. هتستريح أكتر لو اتعلمت تدون أفكارك في البزنس وفي الحياة، وافتكر ان هي حياة واحدة. هي انت محتاج تعرف اكتر الحقائق اللي انت عايز تروح فيها فين. راجع نيتك، راجع افكارك، راجع انت عايز تعمل ايه، شايف نفسك فين بعد كذا سنة، شايف نفسك فين قريب قوي. دايما بقولها ان البداية عندك انت، وانت اول حد محتاج يمسك طرف الخيط وياخد افكار كتير ملهمة لحياته بإذن الله. شكرا لكل اللي سمعنا النهاردة، وأتمنى حلقتنا تكون ألهمتكم وخلتكم زي ما بنقول في لغة البزنس لمبات بتنور عندنا وعي، بتنور عندنا أفكار تساعدنا إن احنا ناخد خطوة في دنيا البزنس. كنتم مع سنة أولى بزنس ودعاء العدلي. أشوفكم الأسبوع الجاي على كل خير ومع ملهمة جديدة هتشاركنا قصتها، وإن شاء الله تكون متميزة وتفرق معاكم جدا في حياتكم. باي باي.